السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلا من التطبيقات في القناة عندي ادرافك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق اون لاكر قفل التطبيقات. التطبيق ده مساحته 28 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص من هو بيقفل لك تطبيقاتك بباسورد او ب رقم سري معين، بحيث ان لو اي حد مسك التليفون بتاعك او تليفونك فقد او اتسرق او كده محدش يقدر يعرف المعلومات بتاعتك الشخصية. بتقدر كمان ان انت تتصفح وهو يلغي الحاجات اللي انت تصفحتها، يعني محدش برضو يقدر ان هو يدخل على التليفون بتاعك ودخل على المتصفح يقدر يعرف انت ايه الحاجات اللي انت دخلت عليها او ايه الحاجات اللي انت بتعمل سيرش عليها. بتقدر تدخل على التطبيق ده وتعمل اذونات للتطبيق، يعني ان هو يوصل لكل حاجة على الجهاز عندك علشان يقدر ان هو يقفل لك كل تطبيق لوحده بمفرده. كمان بيقدر ان هو ينظف لك الملفات الغير مرغوب فيها، بحيث ان هو يفضي لك مساحات تانية عندك على الجهاز غير مستغلة او مساحات عليها فيروسات او عليها حاجات ملهاش لازمة. بينظفها لك علشان المساحة عندك تكون موجودة كتيرة باستمرار، ما تكونش المساحة عندك قليلة، او كل شوية الجهاز بيهنج منك او كل شوية بيقول لك نظف الجهاز او اي حاجة من الحاجات دي. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان التطبيق بيكون فيه لغة انجليزية ولغة عربية ومفهوش لغات كتيرة متعددة. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه وعيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه وعيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوه عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق واكتشف فيه حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. اما لو انت او الكلام ده بنقوله علشان بعض الناس اللي بتخش تشاهد الفيديوهات اللي موجوده على القناه، بالذات الفيديوهات اللي بقالها فتره طويله، بقالها سنه، بقالها اكتر من سنه، وتلاقي فيها حاجات مختلفه، تقول لك انتوا ليه مش قايلين كل الحاجات الايجابيه، ليه مش قايلين كل الحاجات السلبيه، ليه مخبيين علينا حاجات. ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجوده. اما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم بيومين باسبوع بشهر تلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها هي اللي موجوده في الفيديو بالظبط. عشان كده دايما بنأكد وبنوه ان لو حد لقى حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات كمساعده منه ومساهمه لاي شخص تاني حابب ان هو يحمل التطبيق ويتعامل على يتعامل بالتطبيق. اما لو انت دخلت على القناه ولقيت فيديوهات موجوده على القناه بقالها فتره طويله، بقالها سنه اكتر من سنه، وخايف ان انت تحملها لو كان في حاجات مختلفه، انت ممكن تكتب لي في تعليقات الفيديو او ترسلني على الفيس او على ماسنجر على الاكونت باسمه راجع برامج وتقول لي اشرح لي التطبيق ده تاني، وانا انزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق ومميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. وشكرا، سلام عليكم.